السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة معاكم، وهنعمل بط بالمرتة ورز بسمتي بالمكسرات، وهنعمل تتبيلة خطيرة وكل مكوناتها موجودة في كل بيت، وكمان سر اللون الخطير ده هتشوفوه معايا في الفيديو. وهعمل كمان محلول النقع هقول لكم عليه برضو، بيطري اللحم جدا وبيخلي اللحم يستوي ومياخدش مدة في التسوية. لو عجبكم فيديو النهارده لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لأول مرة تشوفوني. قناة مشروبات ومشويات ياسمين. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. معايا 3 بصلات، ومعايا مرقة دجاج، ومعايا ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وكمون. دلوقتي هعمل معاكم الخلطة بتاعت المرتة. حطيت طاسة على النار، هنزل بالبصل. نزلت بالسمنة الأول وبعد كده هنزل بالبصل أشوحه شوية لحد ما لونه يبقى ذهبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هفضل أشوحه كده شوية لحد ما اللون بتاعه يبقى ذهبي، وبعد كده هنزل معاكم بقى بالتوابل. وطريقة البط بالمرتة دي طريقة دمياطية من أهلنا بتوع دمياط، طريقة بصراحة جميلة وعجبتني، وانتوا جربوها هتحبوها جدا. وكده نزلت بورق اللوري أو ورق الغار، في أي دولة تانية بيقولوا عليه ورق الغار. ونزلت بنص معلقة قرفة، ونزلت بمعلقة فلفل أسود، ومكعب ماجي أو مرق الدجاج، ومعايا معلقة كزبرة، ومعايا جوز الطيب وورق لوري وحبهان وقرنفل. وكده اللون جه معايا، اللون الذهبي اللي انا عايزاه. معايا كده البطايه غسلتها كويس ونقعتها في خل وملح وسكر ودقيق. نقعتها يجي ساعة، وحطيت كده التتبيلة بتاعتي اللي هي المرتة. هحشيها بقى، ابتدي احشيها معاكم من جوه. وكده بقى انا خلصت حشيتها معاكم، وهبتدي اكتف رجليها. هكتف الرجل دي واكتف الرجل دي، وهرش عليها كده فلفل اسود من ظهرها ومن بطنها عشان اتبل اللحم بتاعها. وهقلبها كده برضو، هتبلها من ظهرها. التركايه دي برضو بتخليها متبله كويس، مبقاش فيها اي زفاره. وكده معايا بصلايه، هبتدي ان انا برضو ايه احشيها معاكم كده عشان الحشوه بتاعت المرتة ما تخرجش مني في التسويه. معايا كام شريحه من البرتقال، هوزعها كده مع البطه. وحطيت البطه معايا في سقط الفرن، وكام شريحه من الجزر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. ومعايا ميه سخنه، وانزل بيها على البطايه بمقدار كوبايتين من الميه، كوبايتين كبار. لو اول مره اشوف قناه مشروبات ومشويات ياسمين لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. وكده هي البطايه خلصت معايا، هبتدي ان انا احطها في الفرن على درجه حراره 160. يلا بقى بينا نعمل رز البسمتي اللي بيتقدم في مطاعم حضرموت. بنقدمه مع اي نوع من المشويات او اللحوم. معايا حله على النار، ومعايا معلقتين سمنه او زبده
ومعايا بصلايه كبيره متقطعه صغير. هبتدي ان انا اشوحها كده، مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تبقى متدبله بس. هقلبها شويه. معايا طاسه على النار، حطيت عليها معلقتين سمنه، وهنزل بالكبد والقوانص بتاعه البطايه مقطعاها صغير. هبتدي ان انا اشوح فيهم كده مع بعض شويه. وكده البصليه بتاعتي هحط عليها التوابل. معايا زعفران، نص معلقه زعفران، ومعلقه كاري، ومعلقه كركم، وعود قرفه، ومعايا ليمون لومي، ومرقه دجاج ورق راوري، وحبهان. هبتدي اقلبهم كده مع البصلايه عشان النكهه بتاعت التوابل تخش كلها في بعضها. هقلبهم كويس مع بعض. معايا كوبايتين رز بسمتي مغسولين مش منقوعين. على كل كوبايه رز بسمتي في ناس بتحط كوبايتين ميه، بس انا بحب احط كوبايه ونص ميه عشان يطلع معايا مفلفل. يعني كل كوبايه رز بسمتي بحط معاها كوبايه ونص ميه بس، ولو احتاج بنزل حاجه بسيطه. وكده معايا الكبد والقوانص بشوحها، وهنزل بالمكسرات. معايا بندق ولوز، انا قشرتهم بنقعها في ميه مغليه. انقعها ربع ساعه في ميه مغليه، وبعد كده ابتدي اقشرها، تتقشر معايا بسهوله جدا. هبتدي ان انا اقلبهم كده مع بعض، ان هم ياخدوا لون كده مع بعض. بس مش هحمصهم قوي عشان ما ينشفوش مني. وحطيت ربع معلقه من السكر، اللي انا بحب اكرملها بالسكر. والطريقه دي هتعجبكم يا بنات، جربوها. وكده اقلبهم كويس مع بعض، ان هم ياخدوا مني اللون الذهبي. بس خلي بالكم على نار هاديه عشان ما تحرقش منكم يا بنات. ونزلت بالزبيب، والزبيب ده بنزل بيه اخر حاجه عشان ما يتحرقش مني. اول ما يتنفخ بقفل عليه النار على طول. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكده المكسرات بتاعتي خلصت معايا. وكده خد معايا ساعه ونص في الفرن، ودهنتها عسل. وبعد كده شغلت عليها الشوايه، وده اللون طلع معايا، اللون ذهبي ده الجميل. وجربوا الوصفه دي هتعجبكم. انا بفرح جدا بكومنتاتكم الجميله وبتحفزني. وان شاء الله في قناتي هتلاقي كل جديد مع مشروبات ومشويات ياسمين. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، يا احلى متابعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.